مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من الفضاء الإريترية. نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. تنظيمات شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بأوروبا تعقد مؤتمرها ال19 في ألمانيا. جهود لسد الاحتياجات الزراعية في أم حجر. مدير مديرية أفعال تجتمع بالمدراء الإداريين والتنفيذيين المنتخبون حديثا. فانس ومودي يرحبان بالتقدم في محادثات اتفاق التجارة بين أمريكا والهند. سلطان عمان في زيارة تاريخية إلى روسيا لتعميق العلاقات. حاملة طائرات بريطانيا تقود قوة هجومية دولية بالمحيطين الهندي والهادي. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. انعقد المؤتمر ال19 لتنظيمات شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بأوروبا في الفترة من ال17 وحتى ال21 من أبريل في مدينة فرانكفورت بألمانيا. حضر المؤتمر أكثر من 600 شاب وشابة وأعضاء تنظيمات حدري وقيادات المنظمات الوطنية ورؤساء البعثات الإريترية وآخرين بهدف مراجعة الإنجازات والتحديات التي واجهتها تنظيمات شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة خلال ال20 عاما الماضية من التصدي ومناقشة مبادئ بناء الوطن وأولويات التنمية وتوليد أفكار توجيهية جديدة للمساهمة في بناء حركة شبابية وطنية نابضة بالحياة. وأشار ضيف الشرف سفير إريتريا لدى جمهورية إيطاليا سيد فيستاسيون بيتروس ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر في كلمتهم إلى أن تنظيمات الشباب ساهمت في قرص وتنمية القيم الوطنية من خلال تنظيم الشباب من جهة إنجاز البرامج الوطنية من جهة أخرى، موضحين أن المرحلة التي وصلنا إليها تتطلب تنظيما ووعيا أقوى. وأضاف السفير فيسهاتسيون أن مؤتمر تنظيمات شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ال19 يعقد في ظل ظروف عالمية ملحة للغاية ومرحلة من تغيير النظام العالمي. هذا وانتخب المؤتمر لجنة تنفيذية جديدة لمدة عامين إلى جانب تقديم الخبراء محاضرات بالمناسبة، كما أقر في الختام قرارات وتوصيات هامة. يقوم أصحاب البساتين في محجر بمديرية قلوج بجهود لسد احتياجات المنطقة من الخضروات والفواكه بالزراعة المروية من نهر السيتيد. وأوضحوا لوكالة الرينا أنه بالرغم من أن المنطقة تتمتع بموارد مائية وأراضي خصبة إلا أنهم لم يمارسوا أنشطة تتناسب مع مزاياها ويعملون حاليا في التنمية المروية. وذكروا بأنهم يزرعون مختلف المحاصيل بما في ذلك الطاف، مطالبين بدعم الخبراء المهنيين لإدخال أساليب خفض استهلاك المياه والطاقة. وقال مسؤول مكتب الزراعة في دار الضاحية محجر السيد عندوم قبصاوي أن 21 مزارعا يزرعون 150 هكتارا على طول ضفاف نهر سيتيت ويحصلون على التدريب لزيادة إنتاجهم، كما أشاد بجهودهم لزيادة الجودة كما ونوعا. اطلع مدير مديرية أفعال السيد أحمد محمد دور رجب الإداريين والتنفيذيين في إدارات الضواحي ولجان الصلح الأهلية المنتخبون حديثا على برامج العمل الجديدة ودورهم في تنفيذها. وأشاد السيد أحمد بالمشاركة الشعبية الواسعة في انتخابات المدراء الإداريين والتنفيذيين التي أجريت في الشهر الماضي، داعيا إلى رفع الوعي العام لمحاربة ظاهرة قطع الأشجار والمساهمة في مكافحة التصحر بإنجاز أعمال الحفاظ على التربة والمياه بتنظيم السكان في أعمال النفير الجماعي. كما قدم توضيحا بشأن صلاحيات ومهام لجان الصلح الأهلية. ومن جهتهم دعا المشاركون إلى تعزيز حملات إرسال الأطفال في سن الدراسة إلى المدارس ومعالجة مشكلة نقص المعلمين وتوزيع الشتول في الوقت المحدد وتشجيع حراس الأشجار وزيادة عدد الجرارات المشاركة في الأنشطة الزراعية. وفي ذات السياق قدم المدير التنفيذي لمديرية أفعابت السيد قس مزقبيه تدريبا للمدراء الإداريين والتنفيذيين المنتخبين حديثا. كرمت مدرسة بان حرنة الثانوية بدقم حري في 17 من أبريل الجاري طلابها المتفوقون في امتحانات الشهادة الثانوية، وقدمت ميداليات وشهادات تقديرية ل 28 طالبا من بينهم 15 طالبة ممن أحرزوا أعلى من 3 نقاط في امتحان الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023-2024، إلى جانب تكريم 11 طالبا أحرزوا نسبة 90% فما فوق في امتحانات المرحلة المتوسطة حسب إفادات وكالة الرينا. وعرب مدير مدرسة بان حرنت الأستاذ اسمروم تادسي عن تمنياته بنجاح الطلاب الذين تم تكريمهم في مسيرتهم الأكاديمية،
مشيدا باجتهاد الطلاب في استثمار دور المعلمين وأولياء الأمور في العملية التعليمية. وأوصى مسؤول فرع التعليم الإقليم الجنوبي الأستاذ هابتزق الكيداني بدوره الطلاب بالاستمرار في التميز الأكاديمي، مشيرا إلى الدور المؤثر لتكريم المتفوقين في تشجيع وتنمية الروح التنافسية لدى الطلاب والمدارس. تم إجراء حملة تطعيم في مديرية فورتوساوا للوقاية من الأمراض والآفات الداخلية والخارجية التي تصيب قطعان الثروة الحيوانية وعلاجها. وأفاد منسق صحة الحيوان بالمديرية السيد يوهانس أبيديرا بأنه قد تم تطعيم عشرات الآلاف من العجول والأغنام في ضاحية كولنتيفاي وواكاي وفورتو ومولبير وترلآي وفديداب وغرمايكا وتمرات وأديبرا وهومي وعليت خلال الحملة التي أجريت على مستوى المديرية. وأوضح أن أمراض الحصبة الحيوانية والآفات الداخلية هي من الأمراض الشائعة في العجول، مضيفا إلى خطورة مرض الآفات الداخلية وضرورة المراقبة الجادة والتطعيم الدوري. وحث السيد يوهانس في الختام المزارعين بشكل عام ومربي الثروة الحيوانية بشكل خاص على فهم أهمية التطعيم والتعاون في الحملات. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قال مكتب ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي وجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن فانس ومودي رحبا بالتقدم الكبير المحرز في المحادثات بشأن إبرام اتفاق تجاري بين البلدين، فيما تسعى نيودلهي جاهدة لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية وتعزيز العلاقات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال مسؤولون أمريكيون أن فانس وصل إلى الهند في مستهل زيارة خاصة إلى حد كبير مع أسرته تستغرق 4 أيام. وذكر بيان صادر عن مكتب مودي بعد محادثات بينهما أن الجانبين أشارا أيضا إلى الجهود المستمرة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والتقنيات الاستراتيجية وغيرها. وأورد البيان أن الزعيمين ناقشا القضايا الإقليمية والعالمية، وأنهما شددا على الحوار والدبلوماسية كسبيل المضي قدما، وهو ما يؤكد الموقف التقليدي الذي تتخذه الهند إزاء الصراعات العالمية دون تسمية أي منها. وصل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد إلى روسيا، حيث هبطت طائرته في مطار فونوكوفو 2 الحكومي بالعاصمة موسكو. تأتي زيارة الدولة التي بدأها السلطان هيثم بن طارق إلى موسكو في العام الذي يحتفل فيه البلدان بذكرى مرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وفي وقت سابق قالت وكالة الأنباء العمانية أن الزيارة تأتي تلبية للدعوة التي تلقاها سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتأكيدا على عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين. وأضافت أنه سيتم خلال الزيارة بحث أوجه التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى التشاور والتنسيق حيال الموضوعات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وستشهد الزيارة توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات. تبحر حاملة الطائرات البريطانية وهي السفينة الرئيسية في الأسطول الملكي البريطاني إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي على رأس مجموعة هجومية بحرية متعددة الجنسيات. وستقود حاملة الطائرات سفنا حربية من المملكة المتحدة والنرويج وكندا في مهمة تستغرق 8 أشهر، تشمل تدريبات وعمليات وزيارات مشتركة مع 40 دولة عبر البحر المتوسط والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا واليابان وأستراليا. كما ستلتحق بالحاملة 18 طائرة مقاتلة بريطانية من طراز F-35B في الأيام التي تلي الانطلاق، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 24 طائرة خلال فترة المهمة. بلغ الغطاء الثلجي في سلسلة جبال هندوكوش هيمالايا الممتدة من أفغانستان إلى نايبيدا أدنى مستوياته منذ 23 عاما، مما يهدد موارد المياه لنحو 2 مليار شخص، وفق ما نبه المركز الدولي للتنمية المتكاملة للمناطق الجبلية. وأوضح أن كمية المتساقطات كانت أقل من المألوف، في حين أن موسم الثلوج الذي يبدأ عادة في أكتوبر ونوفمبر بدأ في أواخر يناير. وسبق أن أصدرت تحذيرات في عدد من دول المنطقة من إمكان حصول جفاف، مما يهدد المحاصيل الزراعية المقبلة وينعكس سلبا على التغذية بالمياه للسكان الذين يواجهون أساسا موجات حر أطول وأشد وأكثر تواترا.
كذلك بشأن ذلك أن يؤثر على الطاقة الكهرومائية التي تنتجها الأنهار. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تنظيمات شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بأوروبا تعقد مؤتمرها 19 في ألمانيا. جهود لسد الاحتياجات الزراعية في يوم حجر. مدير مديرية تفعبد يجتمع بالمدراء الإداريين والتنفيذيين المنتخبون حديثا. فانس ومودي يرحبان بالتقدم في محادثات اتفاق التجارة بين أمريكا والهند. سلطان عمان في زيارة تاريخية إلى روسيا لتعميق العلاقات. حاملة طائرات بريطانية تقود قوى هجومية دولية بالمحيطين الهندي والهادي. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في ألف خير.